عايزة النهاردة بقى خليكي تعملي الزبدة نيوزيلاند اللي احنا بنشتريها الغالية. طبعا دلوقتي سعرها وصلت حوالي 170 جنيه. طب ليه ما احنا ممكن نعملها في البيت والمكونات كلها موجودة في بيتنا؟ بس دي بقى بترجع لإيه؟ للطريقة ذات نفسها. والله عملتها طلعت بجد تحفة. كل حاجة موجودة عندك في البيت، مكوناتها أسهل من كده ما تلاقيش، والريحة والطعم تحفة بجد. جربي ومش هتندمي. بس ما تنسيناش اللايك والاشتراك في القناة لو عجبني. دلوقتي احنا معانا كوباية زبدة بلدي، ومعانا كوباية سمنة، ومعانا كوباية لبن، ومعانا معلقتين خل على ليمونة. واللبن ما يكونش مغلي يا جماعة، اللبن ما يكونش مغلي، اللبن يكون جايبينه من عند اللبان على طول، ما تغلوش. ومعانا كوباية زيت بردك موجودة بنفس المعيار ده، بس انا ما حطيتهاش يعني جنبهم، نسيت ان انا هحطها. يعني المقادير كلها 4 حاجات. تمام كده بقى. انت لازم اول حاجه تعمليها تضربي اللبن ده معاكي كويس قوي لما يعمل فوم. وبلاش تعملي زي كده بمضرب الكهربائي عشان انا غرقت الدنيا خالص وبهدلتها. اضربيه في الخلاط بتاعك لما يعمل فوم، اللبن تحس انه عامل فوم كده رغاوي. وانزلي عليه كوبايه السمنه. ونزلت بقى على اللبن بتاعي دوت. نزلت عليه بكوبايه السمنه. تمام. وابدأي بقى اضربي في الخلاط بتاعك او اضربي في الكبة او اضربي بالمضرب. وانزلي عليهم بقى بعصير الليمون، ليمونة واحدة بس، ومعلقتين خل. يعني ضروري جدا تعملي الخطوة دي. تمام. بتسهل عليكي كتير قوي وبتطلع بجد تحفة. بس جربي وان شاء الله هتدعيلي. ودي معلقتين الخل انا حطيت عليهم الليمونة، مش هقعد بقى ان دي حاجة لوحدها ودي لوحدها، كده كده هما بيتحطوا مع بعض. بدأت اضرب بقى، حسيت ان هو فصل. اللبن طلعلي على جنب، والفصلة ديت هي اللي انا عايزاها. زي ما انتوا شايفين نزلت عليها بكوباية الزبدة بقى اخر حاجة. كوباية الزبدة بتاعتنا تنزلي عليها بيها، وتبدأي تضربي كويس قوي بالمضرب او في الخلاط. واللبن ما يكونش مغلي يا جماعة. ومكوناتها سهلة وبسيطة جدا. بس انتي جربي الطريقة والوصفة، مش هتندمي. وريحتها بجد طلعت تحفة. ويا جماعة عايزة اقولكوا على تركية كده عشان طعمها يبقى حلو معاكي قوي. هاتلها زبدة فلاحي اللي هي البقري، بتبقى طعمها افضل بكتير، لان الزبدة البقري بيبقى ليها ريحة كده. دلوقتي بقى انا ابتديت اضرب، وجبت بقى كوباية الزيت دي، وابتديت احط منها شوية بشوية. ما ينفعش تنزلي عليها كلها مرة واحدة، اللي هو ضرب متقطع كده، وتنزلي شوية بشوية زي ما انت شايفة كده معايا. والله طلعت جامدة وتحفة بجد. جربي وان شاء الله الوصفة بتاعتنا هتعجبك. ونزلت بقى عليها شوية بشوية لما ضربتها كده كويس. حسيت ان كل المكونات كلها مع بعضها بالمضرب الكهربائي. او طبعا انتوا عارفين يا جماعة الزبدة دي غالية قوي. عاملة 170 و180، اسعار كده خيالية. يعني كل اللي هتتكلفيه ربع كيلو زبدة. ان الكوباية دي بتاخد ربع. احنا حطينا 4 حاجات، يعني الكمية دي بقت معايا كيلو زبدة. من ربع كيلو زبدة بقت كيلو زبدة بلدي. والريحة والطعم زبدة بلدي، والله طلعت تحفة بجد. بس جربيها ان شاء الله مش هتندمي عليها. وصفتنا سهلة وبسيطة وموفرة. ابتديت اضرب بقى لما حسيت ان ايه، عملت معايا تقل كده. ونزلت عليهم برشة ملح عشان تحافظ على الزبدة بتاعتي. وابتديت ان انا اضرب تاني. اهم حاجة تضربيها شوية كده، ايه، تحس ان هي ايه، خلاص كل حاجة تجانست مع بعض. بصوا حتى هي طالعة على الطبق من فوق، تحس ان هي يعني تقيلة. خلاص عملت معايا زي الكريمة كده. هو ده القوام المطلوب بتاعها. لازم يبقى قوامها تقيل. وتبدأي بقى ايه، لو عندك علبة بلاستيك المتوافر عندك حطيها فيه. او عندك العلبة اللي هي الحديد. الافضل تكون حديد، لان البلاستيك ما بيبقاش قد كده بردك، مش بيطلعها لك مظبوطة. تمام. وتحط لها كيس نايلو من تحت كده. وتصبيها بقى وتحطيها في التلاجة شوية. انا عن نفسي في ناس حطيتها في الفريزر، انا حطيتها في التلاجة. والله سبتها في التلاجة حاجات بسيطة قوي. شايفين بقى القوام بتاعها عامل ازاي؟ كريمي خالص اهو. شايفين؟ بجد طلعت النتيجة مذهلة. وريحة مذهلة. حلوة جدا يعني. كده بقى انا خلاص خلصتها بقى. ابتدي ان انا احطها في علبة. وسبتها في التلاجة حوالي بتاع 3 ساعات او 4 ساعات. هتلاقيها تماسكت معاكي بقى وبقت بجد تحفة. بس سيبيها شوية في التلاجة
او لو حابه بسرعه حطيها في الفريزر ساعه واحده بس، هتبقى بجد حلوه قوي جدا يعني معاكي. خلاص انا كده بعد ما طلعتها من الفريزر نزلتها بقى على كيس نايلون، لان انا ما كنتش مفضياها على كيس نايلون، كنت حطاها في العلبه كده على طول. شايفين بقى شكلها؟ انتوا شايفين انا طبعا بعمل كده بايدي عليها عشان اوريكم قد ايه هي متماسكه. انا حطيتها في التلاجة والله مش في الفريزر. شايفين جامده ازاي معايا؟ وطلعت بقى قوالب كده تحفه، وريحتها بجد كانت تحفه، واتسيحت لا اتحرقت ولا اي حاجه. والريحه هي زبده اللي بتجيبيها البقري، هي زبده اللي بتجيبيها النيوزيلندي. واوعي تنسيني بقى في الاشتراك الحلو بتاعك في القناه، وانا هنزلك بكل حاجه جديده، وصفاتنا سهله وبسيطه على قد ايديكي. زي ما انت شايفين شكلها عامل ازاي. الطعم بقى كمان لو دقتيها كده تلاقي طعم الزبده. انا على فكره ما كنتش مصدقه الاختراع ده، بس لما جربته فرق معايا كتير قوي. وما تنسيناش بقى تدعمينا يا جماعه باللايك الحلو بتاعك والاشتراك الجميل. شايفين منظرها عامل ازاي؟ حلوه قوي 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 قوي، وطعمها تحفه بجد. جربي ان شاء الله باذن الله، الوصفه هتعجبك. كده احنا خلاص خلصنا وصفتنا، وكلها كانت من قلب بيتنا. ما تنسيناش في الاشتراك في القناه. السلام عليكم.